زفوا العرسان يلا 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 يا حضور الحفل يلا 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 زفوا العرسان يلا 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 زفوا العرسان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا الحضور نقول يلا يا الحضور نقول يا الله يا الحضور نقول يلا يا الحضور نقول يا الله. فرحة المعرس تدوم فرحة المعرس تدوم وتهنى في حياته وتهنى في حياته. الله بعرس يقوم الله بعرس يقوم. يا الحضور نقول يا الله يا الحضور نقول يا الله. فرحة المعرس تدوم فرحة المعرس تدوم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بارك الله 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 بالشباب بالشباب بارك الله بالبنات. برعاية كريمة زف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أكثر من 100 عريس لبيت الزوجية والسعادة بإذن الله، ذلك بعد تشريفه لحفل الزواج الجماعي الأول بمنطقة القصيم الذي نظمته الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية بمدينة بريدة، وأتى كإحدى فعاليات مهرجان بريدة الترويحي 29. الحفل أقيم على مسبح مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، وشهد حضورا جماهيريا جميلا من أهل وأقارب العرسان ومشجعي هذه الخطوة الرائعة. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أعلن خلال حفل الزفاف عن تبرعه الكريم بمبلغ 100,000 ريال دعما من مقامه للجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية ببريدة. كاميرا الرسالة التقط الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الربعي نائب رئيس محاكم منطقة القصيم رئيس الجمعية، كما التقت مجموعة من العرسان. في الحقيقة أن الزواج الجماعي هو يتبع للجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية في بريدة، وهذا مسماها. الزواج الجماعي يقام لأول مرة كفكرة في منطقة القصيم، والأول في مدينة بريدة. وأقيم هذا الزواج بعد أن كان اقتراحا لدى أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ثم نقلت الفكرة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، فباركها وشجعها ودعمها حتى قامت هذه الاحتفالية بزواج 200 شاب وشابة. وأقيم هذا الزواج بتفاعل كذلك من المجتمع، تفاعل منقطع النظير، وقد منح العرسان الزوج والزوجة مميزات للمشاركة في هذا الزواج، ولقي أيضا قبولا من المتزوجين، فتوافدت الأعداد الكثيرة للتسجيل والمشاركة في هذا الزواج الجماعي الذي نعتبره زواجا ناجحا ومهما في مناطق المملكة عموما. الحمد لله رب العالمين على الليلة، الحمد لله يعني ما يوصف الصراحة، يعني الواحد يعني يتمنى الشيء هذا يعني. والله بكل فرح وسعادة، وأشكر القائمين على برنامج وعلى صاحب سمو الملكي الأمير وعلى الشباب واللجنة كلها ساعدتنا على ذلك إن شاء الله، كملتنا بنص ديننا. والحمد لله الشكر لله على كل حال. لا شك أن ليلة العمر ليلة فرحة، وكل ليلة أصلا ليلة المسلم ليلة فرحة، ولكن هذه الليلة بالخصوص ليلة غير على ما قيل، والحمد لله كل فرح. ولكن هذه تغير من حالة إلى حالة، من حالة أعزب إلى حالة زواج، وهذه فرح فيها والحمد لله على كل حال. والله يسر علينا ويوفقنا لكل عمل يحب ويرضاه. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والله ما شاء الله عسى الله يوفق، والله الشعور ما شاء الله يعني للآخر، وخاصة الحفل كان منظم والمسيرة منظمة ولله الحمد. راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ارتجل خلال الحفل الكلمة التالية: السعادة تغمرنا جميعا حيث يأتي الارتياح مع النجاح، فهذا الحفل الذي نعيشه لحظاته هو حفل مختلف
في شكله وفي لونه وفي رائحته، فكل ما فيه جميل، وكل لمسة فيه تعطي انطباعا بجهد بذل لإسعاد إخوة أعزاء.